ليه الناس بتقلق من الناس اللي بترسم حدود؟ الدراسه دي لقت ان الطلبه دول بقى عندهم معرفه الحدود بتاعتهم، اللي عندهم حدود بقى عندهم حريه او جوده استقلاليه عاليه. لقوا انه بعد ما عرفوا ده وبداوا يتمتعوا بالحدود دي وبقوا يتمتعوا بالحريه دي، اللي حصل ان هم بداوا في نفس الوقت، يقول لك لكن في نفس الوقت بداوا يواجهوا رعب العالم. الناس اللي حواليهم بدا يبقى عندهم رعب. ليه عندهم رعب؟ قال لك الرعب بتاع الناس اللي حوالينا لما بيحصل، لما بنبدا احنا نرسم حدود، الناس دي بتترعب. ليه بتترعب؟ لانه ببساطه الناس بيبقى عندها نوع من العجز. تاني، الناس لما احنا بنبدا نرسم حدود، ولما برسم حدود ببدا اعبر عن هويتي، الايدنتيتي بتاعتي، عشان لو انا ما رسمتش حدود بتروح الهويه دي او بفقدها مع الوقت، بفقد هويتي. فلما بدا يبقى عندي حدود بدات اعبر عن هويتي، فبدات احس بالحريه، فبدات اتنفس نوعها بقى الحقيقيه الاصيله او الاصاله من جوه. الاطراف الثانيه بقوا الشخص اللي بيرسم الحدود بقى بيواجه رعب الطرف الثاني او رعب العالم اللي حواليه، رعب العلاقات اللي حواليه. ليه العلاقات اللي حواليه بتبقى مرعوبه؟ ليه بيبقى فيه رعب؟ لانه الاطراف الثانيه بيحصل ان هي بتحس بالعجز. ليه بتحس بالعجز؟ بتحس بالعجز لانه انا دلوقتي قدام شخصيه اختلفت. لما بتبدا حنان مثلا ترسم حدود او رنا ترسم حدود، بيحصل انه ببدا شخصيتي تختلف لاني بدات اعبر بشكل تلقائي. ولما شخصيتي بتبدا تختلف، الاطراف التانية اللي حواليا بيحصل ايه؟ بيحسوا من جواهم بالرعب. رعب ايه؟ الرعب من جواهم، مش بيقولوا لنا عليه، عن العجز. ان الشخص ده بقى عاجز عن انه يتحكم فينا كما كان يفعل في الاول. تاني، الناس اللي حوالينا بتترعب. ليه لما بنبدا نرسم حدود يا جماعه؟ بتترعب لانه بيحصل ان هم بيفقدوا الشخص اللي كانوا بيحكموا سيطرتهم عليه، لانه بدا ما يبقاش تحت السيطره، فبدا يبقى مستقل. مش احنا بنقول بيبقى واخدين الاستقلاليه بتاعتهم؟ فعجزهم ان هم يتحكموا في الشخص ده بقى يسبب لهم رعب. ليه؟ لانه ببساطه هم كانوا مستفيدين، اما مستفيدين باستغلالك، اعمل ده وادي ده وهات ده وادفع فلوس وادفع واعمل و او ان هم كانوا مستفيدين بقله طلباتك والتزاماتهم ناحيتك. فكنت انت مثلا بتدي كتير 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 والطرف الثاني مش بيديه، فكان خلاص الموضوع بالنسبه له مفيش. لكن فكره انه انت بدات تطالب بحاجه معينه او بدات ترسم حدود بناء على حاجه معينه والطرف الثاني ما كانش عنده الاستعداد لده، فبيحس بالخوف والعجز من ان انت بترسم حدود. يا رب الحته دي تبقى واضحه. وعشان انا عجبتني قوي وانا بقرا الدراسه دي، لانه الطرف الثاني ناس كتير قوي بتقول لك ليه كانت الناس بتخاف مننا؟ بتخاف لان هم بيبقوا شايفين شخص مختلف.